السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من فرنسي في الملعب. زمالك بيخسر ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية 2-1 عشان يبقى لسه العودة ممكنة والأمل ممكن، بهدف سيف الدين الجزيري اللي أحيا أمال الزمالك والزملكاوية في مباراة العودة مرة أخرى بعد ما لعبنا شوط أولاني سيء جدا ولعبنا شوط تاني ممتاز فوق الممتاز. المباراة اتقسمت لجزئين، الشوط الأولاني كله بلا استثناء لنهضة بركان، الشوط التاني كله تسيده الزمالك في مفاجأة لمستواه. كلنا كنا متوقعين بعد الشوط الاولاني الهزيل الضعيف ان كل اللعيبه تقريبا مش في مستواها، ان احنا يعني قاب قوسين او ادنى من كارثه على الزمالك. لكن فاجئنا جوميز وفاجئنا اللعيبه رجاله بشوط تاني، شوط محترم. فده اللي خلانا ان احنا مبسوطين او يعني مرضيين بالنتيجه وباللي الزمالك حققه الشوط الثاني، لان اشد المتفائلين لنهضة بركان ما كانش يتوقع ابدا النتيجه دي ولا الاداء ده ولا البدايه اللي نهضة بركان بداها بالمنظر ده. ان انت تنزل اول الماتش تروح جاي هوبا ضربة جزاء 1-0، لسه بنفوق وبنشم نفسنا، هوبا رحنا واخدين التاني. طبعا يعني مع خطأ مدافعين، مع كرة راجل ملعوبة بالونة متشعلقة واخدة وقتها واخدة كل حاجة. انت كعواد واقف غلط، متمركز غلط تماما تماما كأي حارس مرمى. انت الاوفر بيتلعب من هنا بيبقى التلتين قدامك والتلت وراك. يعني انت خليني اشبهها لك هنا على السبورة، عواد هنا في الجون، خليني هنا عشان اخد ايه عواد، المفروض وقفتك الصح كده، خلينا نعتبر ده خط الجون يعني عشان المسافة صغيرة، التلتين قدامك والتلت وراك. ليه التلتين قدامي والتلت ورايا؟ لان انا سهل اجيب الخطوات اللي قدام لكن صعب ارجع بظهر لورا، فبالتالي ان انا باخد تلتين وتلت، فاصلا الاوفر وهو بتلعب وقفة عواد اصلا غلط. فبالتالي الكورة لما اتشعلقت في الهوا والراجل طالع هد بالراحة خالص ما فيهوش اي صعوبة، ومن مسافة من هنا مسافة كبيرة لعواد، ان انت اصلا لو متمركز صح انت انت تمسكها يعني مش تشيلها. فتمركز غلط مع سوء تقدير من عواد بصورة كبيرة جدا تسبب في الهدف التاني. لكن الزمالك قدر ان هو يرجع مرة تانية في المباراة بهدف سيف الدين الجزيري في الشوط الثاني، بداية ولا اروع للشوط الثاني للزمالك. قدر ان هو يديك ثقة للعيبة نفسها، اللعيبة كانت تقدر كمان لو ضغطت على نفسها اكتر شوية ان هي كانت تقدر تجيب الثاني، لكن يعني نتيجة مقبولة مقارنة بظروف الماتش. الزمالك النهارده ابتدى بعواد في حراسة المرمى، اتنين مساكين، عبد المجيد وجنبه المسلوسي، على اليمين عمر جابر، على الشمال فتوح. اتنين في نص الملعب، او نقدر نقول الزمالك لعب ب4-3-3، ثلاثة في نص الملعب، دونجا وشحاتة وحمدي، على اليمين زيزو اللي بعد كده بدل مركزه وجابه ناحية الشمال لما لقى اللعب كله من ناحية الشمال. والناحية دي انت شبه ما بتلعبش بوينج، لان انت تقريبا بتلعب يعني كده، كنت بتلعب يعني اعور، بلعب من غير، لان كان شويه بترمي سامسون هنا لكن هو اصلا سامسون المفروض ان انت ايه يعني سكند سترايكر يعني او مهاجم وهمي اللي هو تحت المهاجم اللي هو المتألق النهارده سيف الدين الجزيري. راجل كان لوحده بيلعب في الحته دي على الديفنس بتاع نهضة بركان. الراجل قدر ان هو يحرز هدف وقدر ان هو يهدهم ويسبب لهم مشاكل كبيره جدا الشوط الثاني. وحتى في الشوط الاولاني اتيحت واحده لسيف الدين الجزيري اللي هو لعبها في الارض، مش محتاجه، كان الاوفر بتاع فتوح ده يا راجل ده يعني دواء، ده انت محتاجه بس ان انت توجهها يعني مش محتاجه تضربها في الارض تضعف يعني
دايركت على طول في الجون على طول، لكن عوضها وصالحنا بالهدف اللي في بدايه الشوط الثاني. طبعا احنا هنا كان عندنا مازال في نقص في الثقه لعبد المجيد، نقص كبير. فتوح على فترات الشوط الاولاني كان وحش، الشوط الثاني فاق. عمر جابر ادى مباراه كويسه، مسلوسي ادى مباراه كويسه. طبعا نص الملعب هنا ده يعني لازم اديله حقه جامد جدا، سواء دونجا او شحاته بالاخص. حمدي كان بيتوه وبيغيب كتير في نص الملعب، بيتدارى، مع ان انت الراجل المفروض المعلم بتاع المنطقه دي كلها. يعني انت اللي اتلاعب وغاب عننا الشوط الاولاني كله، وده اللي خلانا بعدنا ما ظهرناش الشوط الاولاني. فحمدي يعني اقل واحد كان في نص الملعب. شحاته راجل حتى في بدايه الشوط الثاني راجل كان بيميل ناحيه اليمين، ناحيه عمر جابر يغطي ناحيته. لا، شحاته ادى مباراه بدنيه عاليه جدا جدا. طبعا ودونجا احنا ده متعودين منه على كده، فيعني ما ابهرنيش، يعني هو ده العادي بتاع دونجا، ده الطبيعي بتاعه. زيزو يبقى ان هو في وجود زيزو انت بتحس من هنا كده ان انت يعني مطمن مرتاح في حاجه. زيزو في الخطوره هتيجي. الراجل زيزو قدر يعمل واحده لسيف الدين الجزيري، يعني بص بالمقاس بالمسطره. سامسون كان بدايه التشكيل غلط، ما نزل نضاي. الراجل كان انت بتلعبه في الوينج في الحته دي، ده مكانه. الراجل لعبته باك ليفت مكان فتوح ادى. فالراجل مش بعيد على الجبهه دي، يعني مش بعيد على الخط ده. لكن ان انت مطالب من سامسون اللي احنا يعني ما صدقنا نلمس معاه في مركزه الاساسي اللي هو المهاجم، وان شاء يعني ابتدى يطلع قماش بسيط كده، تروح انت ملاعبه يعني واخد بقى الثقه بقى فيه ومديله بقى مهام زياده قوي بقى، وملاعبهولي وينج ليفت. يعني ازاي ما عندي الراجل نضاي ومركزه وفهمه؟ فكانت بدايه في الحته دي كانت غلط. عليك في الشوط الثاني مع نزول نضاي مكان سامسون، والراجل حاول يحافظ على التشكيل ده، لان فعلا انت ما عندكش دكه. يعني الراجل خاف ان هو ينزل اي لعيب يعني يشرد عن اللعيبه اللي موجوده ويبوظ له طريقه اللعب والانسجام اللي موجود ما بين اللعيبه. الحمد لله مباراه خرجت لبر الامان. نجم المباراه بالنسبه لي سيف الدين الجزيري وشحاته، وبعديهم دونجا. دول النجوم يعني اثني عليهم جامد جدا. زيزو بعديهم. زيزو يبقى الخطر اللي احنا ممكن نشكله وهو بيبقى عن طريق زيزو وهو موجود في الملعب، حتى لو الراجل بعيد عن مستواه. الحمد لله ان احنا خرجنا الماتش ده ما عندناش ايقافات. دونجا الوحيد اللي كان مهدد ما خدش انذار، الحمد لله. الحمد لله خرجنا من غير اصابات في ماتش ظروفه صعبه. ماتش صعب علينا جدا بالظروف اللي كانت جواه، ان احنا ناخد جون في البدايه مع التاني يبقى 2-0 في اول 10 دقايق ربع ساعه كتير جدا. لكن قدرنا ان احنا نتدارك ده، وقدرنا ان احنا نحرز هدف ونطلع ب 2-1. شايفها نتيجه ايجابيه جدا. احنا 1-0 بس كفيله في العوده ان هي نرفع الكاس باذن الله. وان شاء الله الملعب هيبقى مليان عن اخره، 80,000 متفرج زملكاوي هيزينوا استاد القاهرة يوم الحد الجاي بإذن الله، عشان خاطر كله يحتفل بفوز الزمالك بالكونفدرالية بأمر الله. اشوفكم على ألف خير الماتش الجاي إن شاء الله. لو ما روحتش الاستاد هطلع حل الماتش، لو رحت الاستاد فده بقى ده احتفال تاني خالص بقى. اشوفكم على ألف خير، السلام عليكم. مش عايز يقفل ليه؟